بتحب انا اعطيك عنواني واسمي وتاريخي وانا من طرابلس من ابو صبرة من مهوى العجزة، دارس عند الاحباش وقبله دارس عند الشيخ سالم الشهاد، يعني قبل ما اكون حبشي وهابي وله ظروف والى اخره، ولك ساتت بالحيطان. بسبب الاخوة من الرياض اللي هن بيقربونا وإلنا علاقة فيهم، وسمعت كلامك وانا اكتر من سنة ونص فوت لعنكم على الغرفة وساكت، والاخ بناصر حكيت معه الكلام. بس سؤال واحد بس، في حق يعني في النهاية انا عم بسأل عن اخرة، يعني هي بالنهاية دين جهنم ونار. انا اختلافي مع الاحباش باشياء كتير، بس انا سمعت منك كلام وبن ابو ناصر كلام يخالف كلام تماما الاحباش. شغلة واحدة بس، الله عز وجل خالق السماوات والارض غني عن العالمين. بس السؤال، الكتاب الموجود بيقول على قول ان الامام ابن تيمية يقول وابن باز يقول ان الله يجلس محمدا بقربه على العرش. هل هالكلام من عندكم صح ام لا؟ هذا السؤال. ان كان لا فلا خلاف، وانا والله بريء منهم. والله انا ابحث عن دين، ما عم بحث عن جدال. انا عم خاف، يعني انا عندي وابني عم ربيه، يعني الحمد لله لاني بعاذر مال ولا بعاذر، الحمد لله حالتي هون وعايش بألمانيا، واذا بتحب بعطيك العنوان وبعطيك رقم التليفون، وانا علاقتي مع وعباش اوكي مش بقول لك لا، بس انا اللي عم ببحث عنه الحق. وانت مثل ما عم بتقولوا اهل دعوة وداعيين. طب لو كنت بس انا هذا الضياع، بتعرف شو يعني الضياع؟ انسان ضايع مش عارف حاله هون ولا هون، وهذا هو الخوف، جهنم ولا نار. والامر مش هين، وانت بتعرف الامر مش هين. انت قضيت حياتك لخدمة هالدين، واعتبرني انا اخ، اعتبرني خادم، خدمني بس خدمة هالدين. هل كلام صح من عندكم ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يا ضياء، انا ما عندي مشكلة انه انت تسجل، يعني حتى لو سجلت ما عندي مشكلة ابدا، بل انا اقول لك سجل، ما عندي مشكلة. انا واضح كالشمس ولله الحمد، ما عندي شيء مخبى ولا عندي مراوغة. ولعلك اذا كنت متابعني من سنة ونص، انا واضح جدا منذ سنوات، وكلامي مع الأحباش واضح وصريح، وهم ما عندهم معي إلا مراوغة وكذب. على كل حال لا نتكلم عنهم. كنت أتمنى منك وأنا أشتم منك الحرص على التوحيد والخوف من النار، أن تبدأ قبل موضوع هل يجلسه على العرش أم لا يجلسه على العرش، أن تبدأ بموضوع الشرك والتوحيد، وأن تحارب هؤلاء القوم لدعوتهم الناس إلى الشرك. شرك صريح، شرك صريح. يا أولياء مدد، يا أولياء مدد، يا أبا العالمين مدد، يا غوث الأغواث، عن أحمد الرفاعي إلى غير ذلك. بالله عليك، أليس هذا من الشرك؟ المهم، ما تريد أن تطرح موضوع التوحيد والشرك مع أهميته، ويفترض أن يكون له الأولوية عندك، لكن ما في مشكلة إن شاء الله. تسأل عن موضوع الإقعاد على العرش، هل ثبت ذلك عن ابن تيمية؟ نقول كلا، لم يثبت عن ابن تيمية، إلا أنه كان يروي عن أهل الحديث أنهم كانوا يقولون ذلك. أما أنه يقول أن عقيدتنا أن الله جالس على العرش ويجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما رأيت شيئا منه من كلام ابن تيمية، بل رأيته يقول في رسالة الرد على البكري، وهي المعروفة بكتاب الاستغاثة، يقول: حكي أن من السلف من قال بذلك وأنكرها آخرون. هذا في كتاب رسالة الرد على البكري.
وابن تيمية في هذا صادق، وهذا بخلاف قول الحبشي أن ابن تيمية يقول إن الله قاعد على العرش وترك موضعا لمحمد ليجلسه عليه في الآخرة. يقول هذا موجود في كتاب الرسالة العرشية، لكنه يعلم أنه كذاب. يقول هذا قاله في كتاب الرسالة العرشية غير الكتاب الموجود الآن. يا سبحان الله، يا سبحان الله، هذا الكلام موجود في شريط له موجود عندي، شريط رقم 13 الوجه الأول عداد 94 بالضبط. لكن أين هذا الكتاب؟ نريد هذا الكتاب، هل هو موجود؟ الجواب لا يوجد مثل هذا الكلام من كتب ابن تيمية. عند ابن تيمية ما يقارب 600 مؤلف، ولم أجد من بين هذه المؤلفات مثل هذا الكلام الذي يصرح به الحبشي، والحبشي كاذب إلى أن يثبت العكس فليثبت. أما أنك ذكرت هل ابن تيمية يقول ذلك، أقول ابن تيمية يروي عن العديد من العلماء أنهم قالوا بذلك. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ قال بذلك مجاهد، وأكثر الروايات إن لم تكن كل الروايات المروية في هذا الموضوع إجلاس النبي على العرش كلها من طريق مجاهد. كذلك رواه أحمد، بل قال الإمام أحمد عن هذا الحديث خبر الإقعاد على العرش هذا تلقته الأمة بالقبول، وهذا الكلام موجود في كتاب السنة للخلال مع روايات بالمئات كلها تتعلق بموضوع الإقعاد على العرش. بل قال الحافظ بن حجر في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 95 يقول قال ابن الجوزي إن المقام المحمود أي إقعاد النبي على العرش، وقيل على الكرسي، يعني إقعاد النبي على الكرسي، وحكي كل من القولين عن جماعة. هذا الذي كان يقول ابن تيمية. طائفة ذكرت هذا الكلام، وهذا كلام قاله طائفة من السلف. ما قال ابن تيمية أنا هذا الذي أعتقده أبدا. كذلك الطبري حكى عن السلف إقعاد النبي على العرش وانتصر له وقال ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا. ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا، أي من ينكر أن الله أقعد نبيه على عرشه. نعم. وقال بأن ما قاله مجاهد غير مدفوع صحته لا من خبر ولا من نظر. هذا قاله الطبري الذي يلقبه الأحباش بالإمام المجتهد. لماذا تنكرون على ابن تيمية على افتراض أنه صرح بذلك؟ وأنا لم أجد إلى الآن أقولها لك بصراحة، ما وجدت نصا صريحا يقول فيه ابن تيمية أن عقيدتنا أن الله كذا كذا كذا. إذن قال بذلك مجاهد وأحمد، وقاله الطبري، وقاله ابن الجوزي، ونقله عنه الحافظ بن حجر. بل أيد هذا القول أو هذه الرواية أبو داود صاحب السنن. أبو داود روى ذلك. وكذلك اللهم المستعان، كذلك نقله القرطبي عن مجاهد في أن الله يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش. بل إن أبا داود صاحب السنن أبدى استنكاره الشديد على كل من ينكر هذه الرواية،
بل ذكر القرطبي أن هذا تأويل هذا الخبر ليس بمستحيل، وأن إقعاد النبي على العرش ليس موجبا له صفة الربوبية، بل هو لرفع شرف النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. وكذلك ذكر ذلك أو أيد ذلك عثمان بن سعيد الدارمي، وصحح هذه الرواية في رده على بشر المريسي. إذن هذه الروايات تعود إلى مجاهد، لكن ابن تيمية رحمه الله كان ناقلا، لم يكن متبنيا لهذه المسألة، وإنما كان ناقلا. ثم فرق، قال لابد أن يفرق بين ما قاله الرسول مما قاله غيره، لابد من التفريق بين الأمرين. هذا ما قاله. فبين ابن تيمية أنه لم يصح ذلك سندا إلى النبي، وإنما صح وقفه على مجاهد، وهذا ما قاله كثير من أهل العلم المتقدمين المحدثين. هذا ما عندي وبالله التوفيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. صدر المايك معك. خلاص، بارك الله في هذا اللي بدي وصلوه. بس يعني الكلام اللي كان مطبوع عنا افتراء. خلاص، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله يبارك فيك. هذا اللي كان بدي، بس كلمة واحدة والله يعني وقعت في القلب، انك تقول لي حبشي ما يحبكم. والله هذا الكلام غلط، اقسم بالله. مش انا الوحيد، اقسم بذات الله. وانك تقول لي نحن الخلاف كان هو الضياع، هو القبور. هذا الضياع. اتفقنا معهم بأشياء، ولكن انت تعرف لبنان وانا لبناني وانت لبناني مثلك، وبتعرف الضغط السوري والضغط الإعلامي والضغط يا شيخ دمشقية اللي صار. والله أنا لا أريد منك، يمكن لا تعرفني لا بالصورة ولا بالصوت، ولكن أنا أعرفك والحمد لله.